صباح الفل. زي ما انتم شايفين كده ظبطت الاستوديو وروقته عشان ميعاد التشيك اوت دلوقتي. يلا بينا على سلوفاكيا. انا متحمس جدا. شايفين المطر عامله ازاي والناس كلها ماشيه بشماسي. 4 ايام ما كانش فيه مطره، اليوم اللي انا ماشي فيه بتمطر. البلد زعلان عليا، مش عايزاني امشي. ادخل عند الست اللي جنب البيت دي، بقالي 4 ايام بفطر عندها. ناس زي العسل الصراحه. ناخد التوست الجميل والقهوه وبعد كده نتحرك. ركبنا المترو عشان نوصل للمحطة اللي فيها فيليكس باص، والمترو عندهم نضيف جدا وفي اسانسير كمان عشان لو معاك شنطة او حاجة تقدر تطلع بكل سهولة. مستني الباص اللي هيودينا براتيسلافا، يا رب اكون بنطقها صح. يعني هي عاصمة سلوفاكيا عموما، براتيسلافا. مستني الباص اللي هيودينا براتيسلافا. زي ما انتم شايفين كده المحطة نضيفة جدا. وصل فيليكس باص في الميعاد بالظبط. سعر التذكرة 13 يورو من بودابست لبراتيسلافا. فيليكس باص أفضل وسيلة نقل بين الدول داخل منطقة الشنجن. هفتح اللابتوب وأقعد أشتغل شوية واستمتع بالأجواء الطبيعية اللي هنشوفها على الطريق. المسافة بالظبط 3 ساعات. لسه واصلين حالا بعد 3 ساعات. زي ما شايفين كده المحطة شكلها جامد جدا. يلا بينا نكتشف البلد مع بعض. وصلنا سلوفاكيا. ايه النظافة دي كلها؟ نشوف هنطلع ازاي على الشقة اللي انا حاجزها دلوقتي. محطة الباص اهي، وده تقريبا مول كده بس اجواء عالمية. هناكل حاجة دلوقتي ونقطع تذكرة الباص ونطلع على الشقة. احلى حاجة بقى ان الاسعار هنا كلها باليورو، فمش هنتعب في تحويل العملة. كده كده جايين بيورو. اشترينا قطعتين بيتزا ب3 يورو. سعر الليلة هنا $70. شقة غرفة وصالة في موقع في السيتي سنتر، جامدة جدا. ده هنا موجود مكان الشاور والحوض والغسالة، والقعدة عندهم في مكان تاني. ودي هنا طرقة كبيرة وفيها دولاب كبير وفي حمام صغير موجود فيه القعدة وحوض. هنا الصالة وفيها ترابيزة بكراسي وتلفزيون وصوفة وأحلى كلام يعني. وده المطبخ موجود فيه كل حاجة الصراحة يعني. ودي هنا غرفة النوم، والغرفة كبيرة طبعا، والشقة هنا رايقة جدا. ودي الإطلالة بتاعت الشقة، إطلالة جميلة الصراحة. وإحنا هنا في وسط السيتي سنتر، يعني تنزل من البيت تلاقي كل حاجة جنبك. أنا ساكن في العمارة دي وشايفين الترام هنا. وده كافيه ومطعم إيطالي، الإسبريسو بتاعهم نفس بتاع إيطاليا بالظبط. أول مرة أزور البلد هنا ونستمتع بتجربة الأكل الإيطالي. الأجواء عايز أقول لكم ولا أروع، بس الجو برد شوية. لاسانيا وبيتزا نابولي. نجرب ونشوف. هاكل وبعد كده اطلع البيت اغير هدومي عشان نتمشى شوية ونتفرج على العاصمة هنا، لان العاصمة شكلها جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده بيتزا نابولي، والبيتزا الايطالي بتتاكل بالايد، طعمها تحفة. البيتزا كده مبدئيا 9/10. اكل ايطالي في سلوفاكيا 9/10. الاكل طعمه جامد جدا. خلونا بقى نشوف البلد بالليل عاملة ازاي. دلوقتي الساعة 7. احنا داخلين دلوقتي على مايكل جيت، بوابة مايكل. بالليل البلد ساحرة. زي ما شايفين كده جمال البلد. ايه الجمال ده كله. وفي سياح في البلد كتير كمان. شايفين الشارع عندهم قد ايه. ندخل كده ونشوف. حارة ضيقة جدا. زي ما شايفين كده الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده يعدي فردين بالعافية. هنا مثلا ده مطعم، هنا فنادق زي ما احنا شايفين كده، وده فندق كمان. أجواء عالمية. مطاعم وكافيهات، والناس كلها ماشية في الشارع بتستمتع بالأجواء الجميلة. أي نعم الجو برد شوية بس الأجواء عالمية. محلات السوفونيرز هنا. النهارده السبت فالمطاعم كلها مفولة. دليب اهو بيعزف بالساكس. ده تقريبا مطعم، وزي ما احنا شايفين كده الستايل جوه عامل ازاي. مطعم الملكة ده ولا ايه؟ الواحد يشرب واحد اسبريسو كده عشان يفوق شوية، عشان هنكمل تمشية كتير ونكتشف البلد. البلد حرفيا جميلة، أول مرة أزورها ومتحمس جدا.
زي ما احنا شايفين كده جمال المباني عامل ازاي، الاجواء في سلوفاكيا وفن المعمار حاجة من الاخر. الناس مستمتعة بالاجواء وبتتمشى بالليل. ده من اشهر الحاجات اللي هنا في سلوفاكيا، تمثال تشوميل زي راجل طالع من البلاعة. الناس بتيجي من كل حتة عشان تتفرج على التمثال اللي هو عبارة عن راجل طالع من البلاعة. يعني ده بيدخل للبلد سنويا ملايين. البلد حرفيا بالليل جميلة وأجواء رايقة جدا. احنا في مكان مهم جدا في العاصمة براتيسلافا، دي نافورة جانيميد، واللي ورانا ده المسرح الوطني السلوفاكي، افتتحوه 1920. وزي ما احنا شايفين كده احنا في ساحة كبيرة وفي محلات وفي مطاعم في وسط البلد. الناس بتتمشى، الناس سهرانة، الساعة 8 دلوقتي بس في حركة في الشوارع. دخلنا المطعم الإيطالي، دفعنا 25 يورو. دخلت جبت شوية حاجات للبيت وكده ب10 يورو. إزازة المية مثلا ب80 سنت. فبما إن هم بيتعاملوا باليورو هنا فالموضوع سهل جدا، مش محتاج إن أنت تحسب وتحول وتقف طابور وياخدوا منك كوميشن. البلد مبهجة وكلها أنوار ومستمتع جدا بالأجواء. ساقعة شوية بس لطيفة يعني. الشوارع نضيفة جدا كده زي ما انتم شايفين، مفيش أي حد بيرمي أي حاجة على الأرض، فالكلام جميل جدا ومستمتعين. ولسه قدامنا كام يوم هنا كمان وهنصور فيديوهات كتير. وزي ما احنا شايفين كده ده فندق ريديسون بلو، ودي نافورة شكلها جميل جدا قدام الفندق. احنا حاليا في ساحة جميلة، بارك كبير. اسم الساحة هنا غريب شوية، ساحة هافيزدو سلافوفو، اسم غريب قوي. في نوافير كده زي ما انتم شايفين ومطاعم وكافيهات. جبت شاي وليمون شكلي زوري رجعني كده عشان تغيير الجو بين جورجيا وبودابست وهنا في سلوفاكيا، فالاجواء متغيره والجو متغير، فحاسس بزوري رجعني شويه. فاشرب شاي بليمون وانام عشان نصحى الصبح ونصور فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير. سلام.